في وقت الناس كلها فيه نايمة، وفي لحظة قبل الأذان بدقايق في بيوت بتصحى لوحدها. الخبط اللي هتسمعه دلوقتي مش من بره ولا من جوه البيت، ده من مكان محدش بيرجع منه زي مكان. انت دلوقتي في بلاك سيجنال. لو سمعت اسمك بينده عليك قبل الفجر ما تردش، عشان مش كل اللي بيصحيك عايزك تصحى. القصة دي حصلت في رمضان، واللي حصل بعد العيد كان أسوأ. انت عمرك صحيت من النوم على صوت حد بيناديك وانت عارف ان مفيش حد؟ القصة دي حصلت في رمضان وفي بيت لحد النهاردة بيصحى لوحده قبل الفجر. انا ساكن لوحدي بقالي 3 سنين. الشقة دي كانت بتاعت امي الله يرحمها. في اول يوم رمضان نمت متأخر، وكنت ناوي اصحى وظبطت المنبه عشان اصحى على الفجر. صحيت على خبط خفيف على باب اوضتي. فتحت عيني، بصيت في الساعة كانت 3:30 الفجر. افتكرت نفسي بحلم لحد ما سمعت صوتها، صوت أمي بنفس النبرة اللي كانت بتصحيني بيها زمان: اصحى يا حبيبي السحور، الأذان هيأذن. جسمي كله اتجمد. أمي متوفية من 2 سنين. التوتر ابتدى يزيد. قلبي عمال يدق. قعدت أقول يمكن ده منبه أو أنا بتخيل، يمكن وداني بتلعب بيا. قمت فتحت الباب بسرعة. الممر كان ضلمة، بس في حاجة غريبة: فانوس رمضان اللي كان متخزن في الدولاب كان متعلق في طرقة البيت ومولع، وانا متأكد اني مش طلعته. قفلت الباب بسرعة، وفي الليلة اللي بعدها نفس الخبط، بس المرة دي كان أقوى وصوتها أقرب، بتقول ما تتأخرش. قررت استنى ورا الباب قبل الفجر. السكوت تقيل، وفجأة الباب اتخبط من بره بعنف، وصوتها بس المرة دي مش حنون، بيقول افتح انت سامعني. قلبي كان هيقف. بصيت من تحت الباب، شفت ظل واقف، بس الظل كان أطول من أمي وأعرض، والنور اللي جاي من الفانوس كان بيطلع من تحت رجليه. بدل ما افتح قلت بصوت واطي: ماما. الرد جه فورا، بس مش بصوتها. صوت خشن متكسر كله رعب: انا بصحيك كل يوم وانت لسه فاكرها هي؟ الخبط وقف فجأة، وسمعت خطوات بتبتعد. جريت فتحت الباب. الممر فاضي، الفانوس مطفي، بس على الحيطة كان مكتوب بإيديها بنفس خط أمي: ما تتأخرش عن صلاتك. من ساعتها الخبط وقف، بس كل ليلة قبل الفجر بصحى لوحدي من غير منبه، على إحساس إن في حد واقف قدام بابي مستنيني. لو حصل معاك حاجة زي دي في رمضان، قولي انت ممكن تعمل ايه، عشان انا لغاية دلوقتي مش عارف اعمل ايه. بس في ليلة ال12 من رمضان صحيت قبل الفجر بدقيقة، مش على خبط، على صوت نفس. حد بيتنفس قدام باب اوضتي. النفس بطيء وتقيل ومسموع، كأن حد واقف بقاله كتير. مفيش خبط، مفيش صوت امي، بس النفس كان قريب. قربت من الباب بالراحة وركعت عشان ابص من تحت. ما شفتش رجلين، لكن شفت حاجة اغرب: الضلمة نفسها كانت بتتحرك، كأن في ظل واقف من غير جسم. الفانوس رجع ينور فجأة. النور في الصالة اشتغل لوحده. الفانوس مولع تاني، لكن المرة دي النور كان احمر خفيف مش اصفر. وصوت جه من الممر بيقول: قوم السحور قرب. مش صوت امي ولا نفس الصوت الاول، ده كان ده صوتي انا. فتحت الباب فجأة. الممر فاضي، بس في آخر الطرقة عند باب الشقة كان في حد واقف ورا الباب، باين ظله من الإزاز الصغير. قربت خطوة، الظل قرب خطوة. مديت إيدي عشان أفتح الباب. سمعت نفس الصوت جوه ودني بيقول: لو فتحت مش هتقفل تاني. إيدي كانت على المقبض، والأذان بدأ يطلع من بعيد. أول ما قال الله أكبر الظل اختفى. النور رجع طبيعي، والفانوس وقع على الأرض واتكسر. بعد الفجر كنت قاعد في الصالة ببص على مكان الفانوس، لقيت حاجة تحت الإزاز المكسور: ورقة صغيرة مكتوب فيها بخط أمي. مكتوب فيها: اللي بيصحيك مش أنا، بس لسه بيخاف من الأذان. من ساعتها الخبط بقى أضعف. النفس بيظهر أوقات ويختفي مع الأذان. لكن في الليلة ال27 من رمضان صحيت ولقيت باب أوضتي مفتوح، وانا متأكد اني قفلته. وبره كان في صوت بيهمس: بعد رمضان مش هيكون في اذان بينقذك.
انا دلوقتي بعد الايام، مش مستني العيد، مستني اعرف هو مين وليه اختار بيتي انا. ليلة 27 عدت، ال28 مفيش حاجة، ليلة ال29 النفس رجع، بس المرة دي جاي من جوه الأوضة مش بره الباب. اتجمدت في مكاني، النفس ورايا مباشرة، دافي وقريب على رقبتي، وسمعت همس خفيف بيقول قربت قوي. جريت فتحت النور، مفيش حد، بس المراية كانت شايف نفسي واقف قدامها، بس انعكاسي ما كانش بيتحرك زيي. انا كنت برتعش، هو كان ثابت وبيبتسم. قربت من المراية، قلت بصوت مكسور: انت مين؟ رد وقال من غير ما شفايفي تتحرك: انا اللي بيفضل لما الاذان بيخلص. الساعة كانت 4، فاضل دقيقة واحدة والفجر يدن. الابتسامة اتسعت وقال: بعد بكرة هنبقى لوحدنا. رمضان خلص، أول ليلة من غير سحور، نمت مطمن، مفيش فجر، مفيش انتظار. صحيت على خبط قوي وعنيف، مش الساعة 3، كان الساعة 2. قمت مفزوع، الخبط جاي من المراية، المراية نفسها بتتهز والانعكاس مش موجود، مكانه فاضي. لكن ورا ظهري كان في نفس بارد وقريب. من يومها أنا ما بقتش بصحى على خبط ولا نفس ولا صوت أمي، أنا اللي بقيت بخبط كل ليلة من جوه المراية وبستنى حد يرد. لو صحيت في يوم ولقيت انعكاسك مش زيك، ما تقربش وما تفتحش، عشان في حاجات بتستنى اللحظة اللي النور يختفي فيها. لو فاكر ان القصة خلصت، يبقى انت لسه ما سمعتش الخبط الحقيقي. مش كل باب بيتقفل بيبقى امان، ومش كل صوت قبل الفجر بيكون جاي يصحيك. يمكن اللي كان بيخبط مشي، او يمكن استنى لما رمضان يخلص. لو صحيت في يوم ولقيت باب اوضتك مفتوح وانت متأكد انك قفلته، افتكر انك سمعت القصة دي هنا. انت كنت في بلاك سيجنال، وإشارة الليلة لسه ما اتقفلتش. لو لسه سامع الخبط، اكتب في الكومنت: لسه صاحي واستنى الإشارة الجاية لو قدرت تنام.